السلام عليكم، تحية طيبة ليكم وين ما كنتوا. صحيتوا يا الزينات؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير والناس العزاز عليكم كامل بخير وصحة وعافية يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو نتاعنا نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ روتين الصباحي بهذا الدعاء الجميل: اللهم اجعل هذا الصباح صباح الفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. اللهم اجعل صباحنا صباح الخاشعين الصالحين المتقين. صباح الخير يا وجوه الخير. أول حاجة نبدأ بها صباحي بعد ما نصلي صلاتي نجي نشرب فيها كاس ماء دافي، نقرأ في سورة الفاتحة 7 مرات مع 3 حبيبات تاع تمر. هذه عادة صباحية جميلة راح تنوض بكل طاقة وحيوية وإيجابية بعيدا عن الطاقة السلبية. من بعد رحت فطرت بنيتي وجبتها معايا، وجدت فطوري درت فيها قهوة وحليب سخونين. لازم نشرب الحليب باه راسي ما يوجعنيش من بعد. وكليت هذا الكيك اللي قاعد لي من العرضة تاع الزملاء، بإذن الله الوصفة نديرها لكم في لا فيديو الجاية. هنايا راني نفطر وفي نفس الوقت راني نخمم وش راح ندير في النهار تاعي اليوم، خاصة انه الغدا كان عندي تاع البارح، يعني فرصة ليا باه نستغلها في حاجة واحدة اخرى. مالا اليوم عولت على الكويزينيار، قلت اليوم ندلك التنظيف العميق، ما عندك وين راح تهربي، كل يوم نقول غدوة، اليوم عولت عليها. وانتم ثاني الزينات يلا نوضوا ونفضوا الغبار على رواحكم، ما تبقاوش تحت الزار وتقولوا البرد ما نقدرش نخدم. الخدمه راهي كاينه، غير التفنيد راهو حاكمنا. ما كانش اللي راح يجي وينظف لك دارك، انتي اللي راح تنوضي تنظفيها بنفسك. مالا نشجع نفسي بنفسي، وكل يوم ننظفوا ركنا ما نتعبوش رواحنا، لانه صحتنا اولى من كلش. المراه ماهيش روبوت الاعمال كامل، ونفسنا ثاني عندها حق ترتاح. نرجع للكويزينيا، درت لها هذا البرودوي فورس اكسبريس مزيل الدهون، فريمون ينحي الغمه، سبحان الله يرجع لك الكويزينيا تاعك كانك هذا وين شريتيها. نصحكم به عن تجربة، هو المنتوج الوحيد اللي أقنعني في إزالة الدهون. تلمو تربحي فيه وقتك وجهدك، وثاني حاجة اقتصادي، قرعة راح تشدك شهور كامل انتي تخدمي بها. لكن بشرط كي تجو تستعملوه لازم التهوية في الكوزينة. ثانيا لازم تستعملوا الليغون باه تقدروا تنظفوا به، تلمو ريحته قاطعة. وزيد ثاني كي تستعملوه بلا ليغون يديكم راح ياكلهم، يعني تلمو الجلد ياكلوا صح. بعد ما تفعل البرودوي مليح ودار المفعول نتاعو، نجيب لافيت هذه يكون طاب جنانها يعني مستعمله من قبل، حكا زوج راح ترجع لي الكويزينيه تاعي تشعل الشعيل. نخليو الفيديو يمشي ونديرو تذكير صغير. بما انه شهر رجب دخل، هو فرصه لكل زينه من الزينات اللي راهم يتابعوا فيا، فرصة تبداي بداية جديدة. كيف نبداو هذه البداية؟ لأن شهر رجب هو بداية موسم الخير، يعني هو الانطلاقة الأولى، فهو من الأشهر الحرم والخيرات التي تأتي في هذه الأشهر. فرجب هو شهر غرس الأعمال الصالحة، وشعبان هو الشهر الذي نسقي به الأعمال الصالحة بأعمال صالحة أخرى. ثم ماذا؟ ثم يأتي شهر رمضان، هو شهر الحصاد الذي نحصد أعظم عبادة قلبية ألا وهي التقوى. فسمي بالشهر الأصب لأن الله يصب فيه من الرزق والخير صبا كثيرا، فكانوا يجدون أرزاقهم تزيد في رجب، ومرضاهم تشفى في رجب، وأيضا كانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصب فيه من بركاته وقبوله للدعوات. ما عليكم غير تكثروا الدعاء، بإذن الله كل واحد متمني حاجة في قلبه ربي يحققها له. كذلك سمي بالشهر الأصم لأن الصحابة كانوا يصومون ألسنتهم وأسماعهم وأيديهم عن المعاصي، فنصيحتي سماع أغنية في رجب عقوبتها أشد من سماعها في الأيام العادية، وقراءة آية في رجب أعظم أجر من الأيام العادية. إضافة إلى ذلك هو شهر البركة، فكان النبي دائما يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، كل هذا استعدادا لرمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وبهذا التذكير إن شاء الله كن فاتكم ولامس قلوبكم باه تبداو بداية جديدة، وإن شاء الله بإذن الله دعواتكم كلها راح تستجاب بإذن الله. نرجع نكملو اكيد بلا ما ننساو الباب تاع الكويزينير، تقدروا تنحوه بكل سهوله. نظفته خليته ينشف، من بعد رجعت ليها مسحتها مليح بالورق المصاص. من بعد رحت تغديت، كان الغدا عندي حاضر يعني غير سخنته، كنت مطيبه لوبيا وقعدت، وسبحان الله الماكله كي تقعد تجي بنينه خير منها الاول.
تغديت والحمد لله، صليت صلاتي ومن بعد تغديت بنتي وقعدت معاها حتى نغلبت ورقتها. من بعد رجعت الخدمه نتاعي. بعدها مباشره جيت غلفت الكويزينيا بورق الالمنيوم بهذه الطريقه ورجعت حوايجها كامل. كل واحد وطريقته، انا ماذا بيا نغلفها كيما هكا باه نحافظ عليها وتقعد جديده ما شاء الله. راح نحكي لكم على تجربتي مع الكويزينير. ما ننصحكمش بها غير اخطوكم من هذه العلامه، لانه من تحت الطيب لاباس عليها، المشكل من فوق. لازم تفتحي الباب شويه يدخل الهواء باه يشعل الثاني، قصدي من فوق، ولازم تبقاي لاضع على الزر باه الوصفه نتاعك تطيب عقلها، يعني تبقاي قدامه حتى تكمل الوصفه نتاعك. ثالث سلبية انه الوقت ما فيهاش، يعني دخلي الماكلة تاعك وعلى ربي، يعني تقعدي قدامها وعسيها، حتى وتجيبي لها الخدام يشوفها راح يقولك زعما بدلي لها الشمعة من فوق، حتى وتبدليها يبقى نفس المشكل. ننصحكم شو حاجة زينة. نقولوا الحمد لله خير من والو، مهم واحد يقنع بالشي اللي عنده. بعدها مباشرة أذن العصر، رحت صليت صلاتي وجيت ندير فيها بريس تاع قهوة باه نقعد بيه راسي. شكون اللي كيف القهوة وقت العصر لازم يعني نشربها باه نقعد بها راسي مليح. انا هنا شربتها بذوق شوكولا، جات واحد القهوة بنينة تسخف. جربوها بهذه الطريقة ورجعوا لي الخبر. وانا نتقهوى في نفس الوقت راني نخمم في العشاء واش راح ندير خبيزات محشيين بطريقة سهلة واقتصادية. في العجينة نحتاجو 3 كيسان فرينة، مغرف كبيرة خميرة خبز، مغرف كبيرة سكر، فنجان من الزيت. نبستو بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك نضيفوا بياض بيضة. على بالي بلي البيض راهو غالي ولازم نقاطعوه، ان هذه البيضة كانت متوفرة عندي، يعني لازم نديرها غير تخسر لي. عجنتها بالحليب دافي ثم نضيف ملعقة تاع ملح. نحاول نخلي العجينه تاعي تكون طريه وتتلاصق في اليد باش يجي الخبيزات تاعنا خفاف. نضيف الاخير ملعقه تاع زبده. نحاول ندخلها مليح للعجينه بهذه الطريقه، ثم بعد ذلك نغطيها بغطاء بلاستيكي ونخلي العجينه تاعي تخمر براحتها. نروح نحضروا الحشو. هنا الحشو يبقى اختياري، انا درت بطاطا وجريوات وفلفل حلو قطعتهم مكعبات وقليتهم في الزيت. ضفت لهم 4 ملاعق كبار صلصه الطماطم اللي كنا حضرناها مع كميه من الدبشه وعلبه تاع طونه والتوابل ملح وفلفل اسود، وهكا لاصوص تاعي واجده. بعد ما خمرت العجينه نجي نديغازيها بهذه الطريقه ونشكلها كويرات. نفتح الكويره الاولى، ندير كميه من الجبن الطري، ثم بعد ذلك ندير ملعقه كبيره تاع حشو اللي كنا حضرناه، وفي الاخير ضفت جبن شرايح كان متوفر عندي. تقدروا ديروا جبن مبشور وتضغطوا الجوانب بهذه الطريقه، وهكا تكونوا شكلتوا الخبيزات. تاخذوا تشكلوهم باي طريقه حبيتوا، على شكل باجيت، خبيزات محشيين، سوفلي، انتم احرار. هذو الخبيزات تاخذوا ترافقوهم مع لي سوس، وتاخذوا تستعملوها ايضا في شهر رمضان المبارك كي تكونوا في عائله. ضعفوا فقط المقادير وباذن الله راح تعجبكم. هنا بعد ما كملت العجينه كامل راح ندهنه بصفار بيض خلط مع شويه حليب وشويه قهوه بيعطينا ذاك اللون الذهبي المميز. زيد نضيف لهم ملعقه صغيره تاع خل بان تخلصوا من ريحه البيض. في الاخير هنا رشيت عليهم شويه جلجلان وشويه سينوج ودخلتهم الى فرن يكون ساخن من قبل. مع الوصفه هذه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما عليكم غير تكثروا الليجام فضلا وليس امرا. ديروا ليجام وابوني وتعليق شباب كيما نتوما. يلا نتلاقاو في فيديو جديد، في امان الله، سلام.